السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم منى امين. تعالوا النهاردة نعمل الزبادي الخطير ده. بصوا الجمال والحلاوة، بصي الوش عامل ازاي، سهل جدا. بصي الوش جميل ازاي. تعالي نعمله بأسهل طريقة وهيطلع معاكي في منتهى الجمال. تعالوا نشوف طريقتنا، سهلة جدا وبسيطة. اول خطوة يا بنات هنعملها كيلو لبن، لازم نغليه كويس جدا. ده كان عندي في الفريزر، هغليه واسيبه يبرد خالص ونبتدي نعمل مع بعض احلى زبادي. وهنا يا بنات بعد ما اللبن برد معانا هنعمل ايه؟ معايا ايه بقى؟ علبة زبادي اللي انتي تفضلي، اللي انتي تاكلي منها الطعم الزبادي. يعني عندك المراعي، عندك جهينة، في بخيره، اللي انتي حباه. مش هقولك على نوع معين، انا جايبة جهينة. ومعايا كيس لبن بودرة. لو عندك لبن بودرة سايب هتحطي 3 معالق كبار. هنعمل ايه بقى في الخلاط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط اللبن كله. طبعا انا ما شلتش القشطه لان انا بحب القشطه بتاعته. تمام. نشيل كده عشان اوريكم بنعمل ايه. وهنفضي علبة الزبادي بسم الله كلها كده. وبعدين بيديله طعم وقوام حلو جدا اللبن البودرة. دول بمعدل 3 معالق كبار. تمام. وانا بحب اضيف معلقتين سكر صغيرين، ممكن تقدري تستغني عنهم. تمام. هضربهم لمدة قد ايه؟ 10 دقايق. 10 دقايق يتضربوا في الخلاط كويس جدا، وارجع اقولك الخطوات عشان نعمل احلى زبادي. بصوا هنا يا بنات، بصوا الفوم الجميل ده. ده القشطة بقى. مش عايزة القشطة من الاساس، مش عايزاه دسم. هتشيلي القشطة او هتصفيها بعد ما تضربيها. عندي طبعا صينية زي دي، هحط فيها الكوبايات. وهعمل طبعا الزبادي في الفخار بيبقى طعمه مختلف تماما، بيبقى طعمه حلو جدا. طبعا الفرن مسخناه مدفياه وطفيت الفرن، يعني دفيته وطفيته. معايا ميه سخنه، نصب الاول بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الجمال والحلاوه، القوام بتاعه جميل جدا. بس جربوه بنفس الطريقه هيعجبكم قوي ان شاء الله والله. مش هتقدروا تستغنوا عن الطريقه دي، وهيطلع معاكي هوريهولك طبعا اما نعمله. بس بالراحه كده، ما تمليش الكوبايه قوي. هنعمل هنا كده، هيبقى طعمه خطير. جربيه بس. حطي اللبن البودرة، هتحسي بطعم جميل جدا. طبعا القشطة اتوزعت على الكوبايات كلها عشان تديني وش حلو اهو. طبعا عايزة تاني هحط بقى كوبايات صغيرة عشان تكفي الصينية عندي اهو. ممكن احط كوباية تاني، عمل كمية كبيرة قوي ما شاء الله اهو. بص كيلو اللبن عمل معانا قد ايه اهو. بص الجمال والحلاوة اهو. تمام. معايا مية مغلية من الكتل، هنعمل ايه فيها؟ هقولك دلوقتي حالا هنعمل ايه فيها. هنحط المية هنا بس ربع الكوبايات كده، لحد ما تيجي عند ربع الكوبايات بسم الله الرحمن الرحيم اهو. وهنسيبه قد ايه في الجو اللي احنا فيه ده؟ 6 ساعات بالظبط، وهتاكلي احلى زبادي ان شاء الله اهو. لحد ما توصل لحد ربع الكوباية.
تمام كده. بس مش عايزة اكتر من كده. هنعمل ايه بقى؟ هقولك دلوقتي هنعمل ايه. نغطي بقى بفوطة. طبعا انا عندي الغطيان بتاعت العلب هغطيها عشان تطلع معايا حلوة. وكده كده انا هغطي بقية الحاجة بفوطة نضيفة من عندي وعلى الفرن اللي مدفياه. تمام. هظبطهم ايه بعد ما اخلص معاكم عشان طبعا مش عارفة اقفلها كويس. هنغطيهم بفوطة كده نضيفة وندخلهم الفرن 6 ساعات ونشوف احلى زبادي مع بعض. انتظروني لحد اخر الفيديو عشان اوريكي ازاي تقدري تعملي احلى زبادي للسحور. مش هنقدر نستغنى عن الطريقة دي ومش هنجيبه من بره جاهز تاني، هتعمليه انتي باحلى واجمل واسهل طريقة في بيتك. اهو يا بنات الزبادي لسه مطلعاه من الفرن. هوريكوا احلى زبادي. بصوا الجمال. هصفيه بس من الميه. بصوا حاجه كده وهميه والوش في منتهى الجمال. هصفيه من الميه واوريكي بقيه الفيديو. اهو يا بنات بعد ما قلبته بصوا الجمال والحلاوه. بصي الوش هو كده لسه كمان ما اتحطش. بصي ما اتحطش في التلاجة، لسه مطلعاه من الفرن حالا اهو. بصي بصي الوش جميل ازاي. بصي الطواجن حلوة ازاي اهو. كله الصراحة ما شاء الله. بصي حلو قوي. بصي ما بيقعش ما بيتحركش. الوش بتاعه في منتهى الجمال. حلو قوي قوي قوي. جربوه بقى بنفس الطريقة دي عشان يطلع معاكم في منتهى الجمال. وما تنسوش اللايك والشير للقناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.